لو عايزة بقى تاكلي جاتوه بقى غالي، تعالَ أقول لِك بقى على طريقة جاتوه اقتصادي حلو أوي، وهينجح معاكِ من أول مرّة. يالّا بقى لو أول مرّة بتتفرّجوا عليَّ، يا ريت لو عجبِك الفيديو تدعميني بلايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد، تمام؟ أول حاجة بقى هنبدأ نعمل إيه مع بعض، هنعمل مع بعض كريم شانتيه بطريقة سهلة جدًا، هنعمله في الكبة. لو مش عندِك مضرب وعندِك خلاط أو كبة هينفع معاكِ جدًا تعملي فيها. هنحط نُص كوباية كريم شانتيه، ونُص كوباية لبن مُثلّج، وهنبدأ بقى نضرب كده إيه، القوام كلّه على بعضه في الكَبّة، وهاحط كمان 3 معالق سُكّر. لو هو خام معاكِ ما فيهوش سُكّر، حطّي بقى كده 3 معالق سُكّر واضربيه كويس أوي. ممكن معلقتين بس لو أنتِ مش بتحبيه مسكّر أوي. بس بقى، وبعد كده هاضربه كويس جدًا لحد بقى ما يدّيني القوام الحلو أوي ده. بعد كده بقى هابدأ بقى أعمل معايا إيه، ال الجناش بتاعها أو الشوكولاتة. هابدأ بقى أحط 3 معالق كاكاو وكوباية وكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية إلا ربع زيت. هاضرب الخليط ده كله في الخلاط هيديني القوام الجميل أوي ده. هانزّل نُصّه وهاسيب النُص التاني في الخلاط. هانزل عليه ب2 بيضة وكوباية إلا ربع لبن وكوباية وربع لبن قصدي، كوباية وربع لبن سوري. وهانزل عليهم كمان بنُص كوباية زيت وكوباية إلا ربع سكر، وهاضرب كويس جدًا. وبعد كده بقى هانزل بكوباية وربع دقيق عليهم، معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة نشا، وابدأ بقى أقلب كويس أوي المكونات دي كويس جدًا في بعضها كده. هاقلب طبعًا في اتجاه واحد. هانزل بقى بمعلقة خل عشان تدّيني إيه هشاشة كده للكيك بتاعي. وبعد كده بقى هاجيب الصاج بتاعي هادهنه زيت كويس. وبعد كده بقى إيه، أنزل بكل الخليط بتاعي. هادخّل الفرن طبعًا وهيطلع معايا بقى بالشكل القمر ده. بعد بقى ما تبرد معايا هاقلبها وهاحطها في نفس الصينية برضه تاني. أنا هاقلبها على الجنب التاني كده. وبعد كده بقى إيه، هاجيب كوباية فيها حوالي ربع كوباية لبن وهاحليها كويس بالسكر. وهابدأ بقى كده إيه، أعطر الكيك بتاعي بيه. وبعد كده بقى الكريمة أو الكريم شانتيه اللي أنا بدأت عملته في الأول كده، هاخد من الخليط بتاع الشوكولاتة معلقتين. وأبدأ بقى كده إيه، أقلب كويس أوي لحد أمّا يدّيني لون حلو كده. وبعد كده بقى هانزل بكل الخليط اللي أنا عملته ده كريم شانتيه، أنزل بقى وأغلِّف بقى كل الكيك بتاعي بيه. طبعًا أنا الكاكاو بتاعي كان لونه فاتح، فعشان كده ما عطانيش الدرجة الغامقة للكيك ولا ولا الكريم شانتيه ولا الشوكولاتة برضه. شايفة لونها فاتح إزاي؟ فأنتِ ممكن لو حابة اللون أغمق تجيبي كاكاو غامق. أنا باحب الفاتح صراحة بيبقى طعمه أحسن. بس بقى هابدأ بقى أقطّعها كده. أنا هتعمل معايا 12 قطعة، 12 قطعة جاتوه ما شاء الله حلوة جدًا ما شاء الله، ما شاء الله. هابدأ بقى أقطّعها كويس أوي كده، زي ما أنتِ شايفة كده بالضبط. ممكن برضه بخلة كده وتعملي بقى أشكال زي ما أنا عملت كده بقى، هتديكِ شكل حلو جدًا برضه. وبعد كده بقى هتحطي إيه، وردات برضه كده من الكريم شانتيه، وبأي مكسرات بقى كده وتحطي على الوردات، وهيطلع معاكِ أطعم وأحلى جاتوه اقتصادي وحلو جدًا. هتعمليه في البيت وهتفرحي بيه أوي أنتِ وولادِك. جربوه إن شاء الله يعجبكم. يا ريت بقى لو وصلتِ معايا لحد كده وعجبتِك الوصفة، يا ريت تدعميني باللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد إن شاء الله. شايفة الجمال؟ حلو أوي. جربوه إن شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.